في عادات في حياتك نفسك تتخلص منها، وفي عادات إيجابية نفسك تكتسبها؟ شوف الفيديو للآخر. أكتر سؤالين تقريبًا بيتكرروا معايا في كل الجلسات أو في الكورسات اللي أنا بادّيها، السؤال الأول كيف أكتسب عادة جديدة؟ السؤال التاني كيف أتخلص من عادة سيئة؟ أولًا عشان تكتسب عادة جديدة عندك 3 حاجات لازم تعملها، الحاجة الأولى تثبّت وقت، الحالة التانية تثبّت مكان، الحالة التالتة تثبّت مجهود، بمعنى لو أنت عاوز تدخّل في حياتك الرياضة، فأنت لازم تبدأ تثبّت وقت للرياضة، أنا هانفّذ الرياضة أو هاعمل الرياضة دي الساعة 09:00 أكيد. طيب مكان، هاختار مكان وهانفّذه سواء في النادي أو في البيت أو في الحديقة. بعد كده تثبيت المجهود، يعني أنا هانفّذ التمارين الرياضية بتاعتي لمدة نُص ساعة كل يوم، ولازم تداوم عليها تقريبًا 21 يوم إلى 30 يوم عشان تدخّلها في روتينات اليوم. دلوقتي هنخش على إزاي تتخلّص من عادة سيئة. السؤال التاني هو كيف أتخلّص من عادة سيئة؟ فلنفترض إنك عندك إدمان للسوشيال ميديا. هتعمل 4 حاجات مش 3. أول حاجة تثبيت الوقت، رقم 2 تثبيت المكان، رقم 3 تثبيت المجهود، الحاجة الرابعة والإضافية هي إيجاد البديل. مثلًا السوشيال ميديا أو إدمان السوشيال ميديا اللي أنت نِفْسك تتخلّص منه، هتعمل إيه؟ أول حاجة هتاخد عهد على نَفْسك إنك ما تفتحش السوشيال ميديا غير بعد انتهاء دوامك أو بعد رجوعك للبيت، ولنفترض الساعة 21:00. طيب هتحدد وقت، الوقت مثلًا إني هاستخدمها لمدة ساعتين من 09:00 ل11:00. هتحدد أو هتغيّر المكان إنك هتستخدمها من خلال اللابتوب أو من خلال الكمبيوتر وهتحذفها من الموبايل. طيب إيجاد البديل، إنك تشوف بديل تملى بيه الفراغ اللي بتسيبه العادة السيئة دي، زي مثلًا إنك تقرأ كتاب أو إنك تشتغل على مشروع أنت مأجّله أو إنك تدخّل عادة أنت كنت ما بتعملهاش من زمان. لو أنت عملت الحاجات دي أضمن لك إنك إن شاء الله هتغيّر العادة السيئة وهتتخلّص منها في خلال من 21 يوم إلى 30 يوم مداومة. تحياتي ليكم، أتمنى لكم الأفضل، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. تامر عبد الشافي.